انا عشان توضح المساله دي لان فيها غلط كبير جدا. لا احنا نفس السيستم اللي بنلعب بيه بنلعب بيه لكن احنا بنلعب الدفاع المتقدم. الدفاع المتقدم ده كان دايما ما ينفعش يتعمل الا مع وجود ضغط على حامل الكره، على اللعيب اللي معاه الكره مع الفرقه الثانيه. المشكله اللي كانت عندنا في الماتش اللي فات ان احنا لعبنا دفاع متقدم وبسبب طبيعه لعيبه نص الملعب اللي كنا بنلعبهم ما كانش عندنا ضغط كافي على حامل الكره، وده عالجناه بين الشوطين بنزول نور السيد وتحويل طريقتنا من 4-4-2 الى عشان برضو قريت حاجات ان احنا كنا بنلعب 4-3-3 وبتاع. للاسف في ناس كتيره جدا بتكتب في التحليل وكده، يعني نفسي ان هم يفهموا كوره، لكن على العموم كنا بنلعب 4-4-2 بدايه من ساقط تحت رصيد الحربه هو دومينيك. الطريقه اللي لعبنا بيها ما كانش يعني طبيعه اللعيبه اللي كنا بنلعب بيها ما كانتش بتضغط بشكل جيد على اللعيبه اللي معاه الكوره في الفرقه الثانيه. هو ده اللي خلى المنظر ان احنا بنلعب على الاوفسايد، لكن الحقيقه ان احنا ما بنلعبش على الاوفسايد طبعا.